القديسة سانت كاترين أو القديسة كاترين الإسكندرانية. وكمان هنحكي عن قصة ظهور جسدها بطريقة غامضة بعد 5 قرون. تعالوا نعرف قصتها سوا. اتولدت القديسة كاترين من أب وأم مسيحيين أغنياء جدا في اسكندرية في نهاية القرن الثالث الميلادي، وكانت معروفة من صغرها بالحكمة والعقل والحياء، وكانت مامتها بتعلمها وبتربيها من وهي صغيرة على محبة السيد المسيح، وكانت دايما بتقعد تحكي لها عن سير الشهيدات اللي كانوا معاصرين للوقت ده، وكانت بتحكي لها كمان هما قد ايه ضحوا وانهم كانوا متمسكين بالايمان المسيحي لاخر نفس في حياتهم. واتعلمت القديسة كاترين ودخلت مدارس واتثقفت بالعلوم، وكانت بتحب تتأمل جدا في الكتاب المقدس. ولما وصل سنها 18 سنة درست اللاهوت والفلسفة على ايد اكبر العلماء المسيحيين، وعرفت ساعتها بطلان عبادة الأوثان وقد إيه المسيحية جميلة، بس ما كانتش هي لسه اتعمدت. وفي يوم من الأيام بالليل راحت ظهرت لها ست العذراء وكانت شايلة السيد المسيح، والست العذراء طلبت من المسيح إن هو يقبل كاترين، بس هو رفض. فقامت من نومها كاترين بسرعة وراحت اتعمدت فورا. وفي سنة 307 جه القيصر ماكسيمانوس الثاني اسكندرية، وكان حد متكبر جدا وبيكره المسيحيين كلهم، وكان بيحب يتفرج عليهم هما بيتعذبوا، وكان بيبص عليهم بفرحة كبيرة جدا. وأمر في ساعتها إن هو يجدد شعار الوثنية بعد لما اتهزت بسبب انتشار المسيحية في الوقت ده. فراح أصدر ماكسيمانوس منشور بإن لازم الكل يروح المعابد الوثنية ويقدموا قرابين ليهم، واللي هيعترض ويرفض هيتعذب لحد الموت. شاف ساعتها الوثنيين إن دي فرصتهم عشان يحيوا العبادة الوثنية من تاني ويشعلوا روح التعصب ضد المسيحيين، وراحوا للمعابد ومعاهم الضحايا للمذبح، وكان حابب ماكسيمانوس إن هو يكافئهم. فراح عمل لهم حفلة كبيرة جدا وقدم للآلهة 20 عجل، وأصدر أمر شديد جدا بإن المسيحيين لازم يجوا يتقدموا بذبائحهم في الحفلة دي، واللي مش هيروح هيموت. في الوقت ده سخر المؤمنين من الأمر وما كانش فارق معاهم، بس كاترين ما كانتش خايفة خالص، بالعكس كانت بتشجع كل المؤمنين وبتقويهم. وساعتها عرفت ان الاضطهاد هيجي على المؤمنين، فراحت اخدت قرار ان هي لازم تروح لماكسيمانوس عشان تقف قدامه وتنكر اوثانه. وجات يوم الحفلة دخلت وسط الصفوف واندهش كل الموجودين ان هما شايفين بنت صغيرة عندها 18 سنة داخلة بكل جراءة وشجاعة، ووقفت قدام الامبراطور اللي كان قاعد بين اكبر رجال الدولة وكهنة الاوثان، وبكل جراءة وقفت وقالت له: يسرني يا سيدي الامبراطور ان اترجاك ان توقف منشورك لان نتائجه خطيرة. وبدأت تتكلم باتزان وهدوء، وكان الامبراطور بيسمعها بكل ذهول وغضب في نفس الوقت. واندهش الامبراطور من جمالها وشجاعتها، وبقى يتكلم معاها وقال لها: انا عايزة اتجوزك، بس هي رفضت. وبدأت تتكلم عن الاله الحر خالق السماوات والارض وتهاجم عبادة الاوثان. فرد عليها الامبراطور وقال لها انه ما يعرفش قوي في علوم الفلسفة عشان يعرف يرد على كلامها، لكن انا هبعتلك علماء المملكة وفلاسفتها عشان يسمعولك ويردوا عليك ويهدموا عقيدتك وافكارها. وفعلا راح بعت الامبراطور كل الفلاسفة وعلماء المملكة الوثنيين عشان يحضروا اجتماع غير عادي لمناقشة الشابة الصغيرة المغرورة، وكمان دعا كبار رجال الدولة عشان يحضروا. ودخل ماكسيموس وحواليه كبار رجال الدولة بكل عظمة وعجرفة، واستعدت القديسة كاترين ودخلت بكل هدوء ومن غير اضطراب. واستعدت القديسة كاترين للاجتماع ده بالصلاة والصوم، وتشجعت بالروح القدس، وبدأت المناقشة بينها وبين الفلاسفة الوثنيين. وبدأت تتكلم كاترين عن السيد المسيح وعن شخصه وعمله وخلاصه والحياة الأبدية والنبوات اللي اتحققت بمجيئه، وكانت بتتكلم من كل قلبها، تتكلم بكل قوة عن محبة الله في وقت الخلاص بالصليب. وهي بتتكلم أخدت قلوب كل الناس اللي كانوا موجودين من كتر فلسفتها وجمالها وحكمتها وشجاعتها وهي بتتكلم. وكانت المفاجأة إن كل الفلاسفة طلبوا من الإمبراطور إن البنت تكمل كلامها،
وإن هم حاسين بإن هي بتعلن عن الحق وإن عبادة الأصنام باطلة. فاندهش الإمبراطور جدا من كلام الفلاسفة وغضب جدا، وفي لحظة اتحول لوحش، وراح أمر إن هم يولعوا أتون نار ويرموا فيه العلماء والفلاسفة اللي خذلوه. وكانت القديسة وقتها بتشجعهم وهي بتقويهم وتقول لهم إن أبواب السماء مفتوحة دلوقتي، وإن السمائيين فرحانين جدا باستقبالهم. وفعلا نفذوا الجنود أمر الإمبراطور، وراح رمى العلماء والفلاسفة في أتون النار في ليلة 17 نوفمبر سنة 307 ميلادية. وتاني يوم فاق الإمبراطور لأنه كان سكران اليوم اللي قبله، وبدأ يفكر إزاي يخلي البنت دي تنجذب ليه. وهي راحت قالت له: كفاك أيها الإمبراطور تملق في كلامك، فلقد صممت أن أخسر حياتي الأرضية ولا أنكر يسوع المسيح إلهي. راح الإمبراطور هددها إنه هيعذبها، بس هي استخفت بتهديداته وقالت له إن المسيح شايف ضعفها وبيعينها وسط كل ألمها. فراح غضب الإمبراطور جدا وأمر بجلد القديسة بكل عنف، وفعلا اتجلدت ساعتين كاملين لحد ما جسدها كله اتقطع، وبقت الناس تعيط على منظرها. وبعدها راحوا رموها في السجن، وهي في ألمها كانت بتشكر ربنا جدا وبتشكره على النعمة دي، وهي إن هي اتأهلت إن هي تتألم عشانه. وقعدت في السجن لمدة 12 يوم، وفي الوقت ده ربنا شفاها من كل جروحها. وبعدها راح الوالي شمال ناحية مصب النيل عشان يفتح الحصون على حدود مصر الشمالية. وزوجته كان اسمها فوستينا. اتعجبت جدا من البنت دي وقت ما كانت بتتكلم مع العلماء والفلاسفة، وكانت مندهشة جدا من إيمانها وشجاعتها. وشافت فوستينا بالليل رؤية كأن كاترين قاعدة على عرش من نور، وقالت لها إنها تيجي تقعد جنبها، وحطت تاج على راسها وقالت لها: سيدي المسيح بيهديكي هذا الإكليل. وبعدها صحيت فوستينا وطلبت من قائد السجن بروفوريوس إن هو ياخدها يوديها لكاترين. وهما الاتنين اندهشوا لما شافوها إن هي خفت واتشافت من كل الجروح. وقعدت تتكلم معاهم كاترين عن خلاصهم وعن ملكوت السماوات، واتنبأت لهم بأن هما هيتعذبوا أقصى العذابات بعد 3 أيام. بعدها رجع الإمبراطور وبعت يجيب كاترين، وكان متوقع إن البنت دي هتيجي عنده جثة هامدة بعد العذابات اللي تعرضت لها. ولما شافها اندهش جدا وكان مليان غضب لما شاف إن هي بصحة كويسة، وفضل يتكلم معاها كتير جدا ويزن عليها في إن هو عايز يتجوزها. فضلت قدستنا الجميلة كاترين توبخ فيه بكل شدة وتوبخ في القوانين اللي عاملها عشان يشبع شهواته. الإمبراطور ما تحملش أبدا تهكم البنت دي عليه، راح خرج وهو غضبان جدا. وراح جه واحد من الحراس الخاصين ليه وقال له: أنا عندي فكرة كويسة جدا هتخلي البنت دي تعبد الأوثان غصب عنها، وهي إن احنا نربط البنت دي بحبل قوي جدا ونرفعها على آلة فيها عجلتين بتدور بحركة عكسية ومليانة أسنان حديدية. ولما تبدأ تشتغل العجلات دي تتحرك هتحصل فرقعة مخيفة جدا. ساعتها البنت هتخاف وهتضطر ان هي تستسلم وتعبد الأوثان، يا إما هتموت. شاف الإمبراطور إن الفكرة حلوة جدا فعجبته وقال ننفذها. وفعلا جابوا البنت وجت بكل شجاعة قدستنا الجميلة كاترين من غير أي اضطراب، وسلمت جسمها عشان يربطوه بالحبال ورفعوها عشان ينزلوها على الأسنان الحديدية. لكن أول ما رفعوها جت إيد خفية وراحت قطعت كل الحبال ودحرجت القديسة على الأرض بعيد عن الآلة. فالجنود اتجننوا، ولما حاولوا يرفعوها مرة تانية ما كانوش قادرين. وفي لحظة راحت اتحركت الآلة عليهم بأسنانها الحديدية وقطعت كل أجسامهم وماتوا. وفي الوقت ده أمنوا ناس كتيرة جدا باللي شافوه، لكن فوستينا راحت ناحية جوزها وفضلت توبخ فيه قدام كل الناس وقالت له: انت بني آدم وحشي، وأعلنت إيمانها للمسيح. راح اتجنن الإمبراطور لما عرف إن مراته وبروفوريوس حارس السجن إن هم آمنوا بالسيد المسيح. راح أمر بتعذيبهم وراح قطع راسهم. وتأثر الناس جدا لما شافوا الملكة والحارس و200 من الجنود اتقدموا للاستشهاد. ووقتها حس الإمبراطور بفشله في تعذيب البنت، راح أمر بنفيها ومصادرة كل ممتلكاتها. فزعلت القديسة جدا في الوقت ده إن هي ما نالتش إكليل الشهادة. لكن الإمبراطور جات له نوبة جنونية، راح أمر بقطع راسها بدل من نفيها،
وفعلا نالت قديستنا الجميلة كاترين إكليل الشهادة يوم 25 نوفمبر سنة 307 ميلادية. استشهدت القديسة كاترين في اسكندرية، وبعد استشهادها ب5 قرون شاف راهب في سينا مجموعة من الملايكة شايلين جسمها الطاهر وطايرين بيه وحطوه على قمة جبل في سينا. فراح الراهب ده لقمة الجبل وشاف الجسد الطاهر زي ما شاف في الرؤية بالظبط، وكان بيطلع منه نور جامد جدا. راح شاله الراهب ووداه لكنيسة موسى النبي، وانتقل الجسد المقدس بعد كده لكنيسة التجلي في الدير اللي بناه الإمبراطور جوستنيان في القرن السادس، وتعرف الدير باسم دير سانت كاترين. بركة صلواتها تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع عن سيرة القديسة سانت كاترين ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويطلبوا شفاعتها. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.